السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة طاجن مكرونة بالفراخ، سهل جدا مش مكلف، طعمه جميل طبعا، انضف واحلى من اللي بنجيبه من المحلات واوفر كمان، وكفاية ان احنا عاملينه في البيت. طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت، ولما سخن حطيت فيها الفيليه. انا الفيليه طبعا جايباه وغسلاه ومقطعاه قطع صغيره، وبشوحه مع الزيت. افضل اشوح فيه لغايه لما اللون بتاعه يتغير. بعد كده اروح حاطه التوابل، نص معلقه فلفل اسود وكزبره وبابريكا وبهارات وملح. اشوح التوابل برضو، لما التوابل بتشوح مع الحاجه بتديها طعم وريحه حلوه. بعد كده اروح حاطه بصله مبشوره، بصله حلوه كده مبشوره، اشوحها برضو شويه معاها. افضل بقى اشوحها مع التوابل مع البصله مع الفراخ، اشوحهم مع بعض لغايه لما يستوي. بعد كده هعمل بقى الصلصه. برضو حطيت زيت، ولما سخن حطيت بقى بصله مقطعه قطع صغيره ومعلقه صغيره توم مفروم. هشوحهم برضو مع بعض لغاية لما البصل والثوم يدبل. انا هدبله بس مش هخليه ياخد لون زي كده. اول ما البصل ما يدبل اروح حاطه برضو التوابل تاخد ريحة مع اللي هي التشويحة دي. برضو فلفل اسود وكمون وكزبرة وبهارات وبابريكا وشطة وملح، كل التوابل دي. بعدين اروح حاطه معلقتين كبار صلصة طماطم، اشوح كل ده مع بعض. برضو الصلصة لازم تتقلب تقلبتين كده في النار قبل ما نحط عليها القوطة عشان تطلع المواد الحافظة بتاعتها. بعد ما عملت الصلصة حطيت خل وبرضو شوحتهم كلهم مع بعض. بعدين رحت حاطة الطماطم، عصير الطماطم، وهسيبها بقى تاخد غلوتين كده. هي كده داخله على التسبيك، لسه ما اتسبكتش هنا بقى كانت خلاص اتسبكت. هشيلها بقى واسلق المكرونه. طبعا حطيت ميه بتغلي، بعد ما الميه غليت حطيت لها زيت وملح. بعدين حطيت المكرونه وسبتها بقى تستوي. اخد بالي بقى انا مش هسويها كامل، مش هسويها كامل، انا هتبقى الا ربع كده عشان لسه هتخش فرن طبعا. بعد كده خدتها بقى صفيتها وحطيت لها 3 كبشات صلصة، عشان برضو يبقى انا مش هحط لها قوطة كتير، بس برضو ما احطهاش بيضة، احط لها شوية صلصة كده. هجيب بقى الطاجن احط فيه الحشوة او الفيليه اللي انا عملته عصقته، حطيته اهو في الطاجن، بفرده طبعا. بعد كده احط الصلصة برضو افردها، بس احط بقى المكرونة، احطها بقى، اعملها بقى في طاجن من ده، اعملها في طاجن من اللي هو الالمونيا اللي انا عامله فيه ده برضو، او في صينيه الومنيا، في اي حاجه هنا كنت دخلته الفرن وطلع من الفرن، هنا كانوا طلعوا خلاص من الفرن، وهنا بقى انا قلبت الطاجن اهو. يا رب الطريقه تعجبكم، وان شاء الله يبقى سهل وحلو معاكم. بألف هنا وشفا. ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.